السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مهندس محمد فريد بنصور فيه مشروع اسكان جامعة القاهرة. هنشرح لكم فيديو قصير كده للمطبخ. تعالوا نشوف عملنا ايه في المطبخ. أول حاجة عدلنا الباب إلى باب جرار 2 ضلفة. طبعا استخدمنا المقابض الخشبية الضخمة اللي موجودة عشان تدي فخامة لمدخل المطبخ بتاعنا. نفتح مع بعض كده ونقول بسم الله ونخش نشوف عملنا ايه في المطبخ بتاعنا. اول حاجه لو هنتكلم مع بعض على توزيع الاجهزه، فاحنا وزعنا الاجهزه بتاعتنا ازاي. على اليمين موجود الثلاجه بتاعتي ويمكن وصلت كمان وموجوده مسكنه في مكانها. على اليمين بقدر احط الثلاجه بتاعتي. وزعنا بعد كده هنا البوتاجاز على يمينه رخامه خدمه وعلى شماله رخامه خدمه، لان البوتاجاز طبعا بيحتاج رخامه في الاستخدام عشان سهوله الاستخدام بتاعنا. الحوض حطيناه في ايلاند موجوده، عملنا جزيره هنا في النص المطبخ. طبعا فوائد الايلاند ليها فوائد كتيره، اهمها ان انا هقدر احط هنا كراسي موجوده عندي واقدر اتناول الوجبات بتاعتي في المطبخ. يبقى انا قاعد في المطبخ بطبخ على البوتاجاز، او عندي الحوض وعندي كمان المكان اللي انا اقدر اخد فيه الوجبات بتاعتي. جنب الايلاند حطينا رفين نحط عليهم التوابل ويبقى مساحه تخزين اضافيه. تحت الجزيره بتاعتنا قفلنا بوحدات وعملنا كمان اندايركت لايت ليد موجود في الوحدات، يدي شكل جمالي مميز وينور لنا الوحدات عشان سهوله الاستخدام بتاعها. طبعا عندنا هنا قفلنا المطبخ بتاعنا كله لحد السقف عشان ندي مساحات تخزين كبيره. طبعا كل ده بقدر لكن نقدر نفتحه زي ما حضراتكم شايفين بضغطه واحده تاتش نقدر نفتحه. طبعا لو فتحنا الوحدات برضه مساحات تخزين محترمه جدا. طبعا الوحدات كلها بتقفل سوفت كلوز. عندي المفاتيح بتاعتي كلها استخدمنا شركه شنايدر. عندنا طبعا الليد اللي موجود تحت الوحده العلويه بيدي شكل جمالي زي ما حضراتكم شايفين في الكاميرا، وبيسهل كمان استخدام الكاونتر بتاعنا. عندنا كمان السقف بتاعنا عملناه جبسون بورد فلات، وزعنا فيه الاضاءات بتاعتنا 4 كشافات كبار، وكمان عندنا هنا مخرج دلايه لسه هتركب تحت الحوض. كل واحد على مفتاح. هنا الاضاءه الرئيسيه على المفتاح والدلايه على المفتاح عشان نسهل الاستخدام. الالموتال بتاعنا عدلناه، عملنا هنا الالموتال ضلفتين، زودنا ضلفه سلك. السلك عندنا موجود، لو فتحنا الضلفه الاولانيه نلاقي السلك، فتحنا الضلفه الثانيه هنلاقي ان احنا نقدر ندخل البلكونه، وطبعا قافلين الشطر بتاعنا. الشطر عندنا في الشقه برده كله سمارت، نقدر نتحكم فيه من التليفون بتاعنا، فاسسنا له علب 7 في 7 وان شاء الله يركب السمارت ويتحكم في الشطر كله من على الموبايل. طبعا كمان ما ننساش واحنا بنتناول بقى الوجبات بتاعتنا، طالما هنا هنتناول اغلب الوجبات بتاعتنا فاحنا اخترنا ان احنا نعمل تلفزيون موجود عند الايلاند بتاعتنا عشان كمان تسهل لنا الاستخدام، ويبقى الموضوع كله مش محتاج ان انا اطلع اكل بره على السفره. لا خلاص انا اكتفي بالجزيره بتاعتنا اللي موجوده. خلينا التلفزيون طبعا رحلنا الحوض، اخترنا ان هو يترحل شويه عن المنتصف عشان يكون بعيد عن الشاشه بتاعتنا. ده كان فيديو قصير كده بنشرح فيه مطبخ في اسكان جامعه القاهره. نتمنى ان ينال اعجاب حضراتكم. شكرا جزيلا.